في يوم من الايام قرر جوزي ان هو يسافر بره. وقتها كان لسه الوضع يعني صعب والفلوس على القد والدنيا مش ماشيه قوي. قعد معايا كده وقال لي بالحرف: بصي، انا ناوي ان شاء الله اسافر وابدا من جديد. الحال هنا مش ولا بد، وانا نفسي بصراحه اخلي مستوى العيال احسن من كده وانقلهم في مدارس احسن ونجيب شقه تانية اكبر. نفسي نعيش مستوى احسن من اللي احنا عايشينه ده. قلت له طبعا يا ريت، هو حد يكره؟ قال لي طيب انا محتاجك بقى تقفي معايا. قلت له انا هقف معاك ازاي؟ قال لي بقول لك ايه، انت هتبيعي دهبك عشان اخده وابتدي بالمشوار. انا وقتها اتخضيت، مش عشان عايزني اساعده، بالعكس انا طول عمري شايفه اني ظهره وسند ليه وبقف جنبه في كل حاجه وكل المواقف الصعبه، بس دهبي هو الحاجه الوحيده اللي باسمي، انا شايلاه علشان خاطر يكون امان ليا وللولاد لو الزمن غدر بينا. قلت له بكل هدوء كده: خلينا نلاقي حل تاني، مش لازم يعني نبيع الذهب، يمكن ربنا يرزقنا من طريق تاني. بس هو اعتبرها بقى ان هي خيانة، وشاف اني بخاف على نفسي اكتر منه، وابتدى بقى يعاملني ببرود غريب، والمعاملة اتغيرت 180 درجة، والموضوع اتطور لخناقات كل يوم ومشاكل، لدرجة ان هو بيبات بره البيت وانا كل ليله بعيط ومش عارفه اعمل. وفي يوم جه وقال لي: انا مش عايز منك حاجه، خلاص انا اتصرفت. قلت له: اتصرفت منين؟ امي بعت الذهب اللي معايا وقالت لي: خد يا ابني ساعد نفسك بيهم. انا بقى حسيت ساعتها ان وشه نور، كانه اخد اكبر دعم في حياته، وفعلا باع الذهب وساعد. وسبحان الله ربنا فتح له ابواب رزق كتيره جدا، بس بدل ما يفتكرني ويعوضني على تعب السنين قلب عليا وبقى يصرف على البيت والعيال بالعافية، والفلوس يدوب على القد. ولما اطلب منه ان هو يزود الفلوس يقول لي: لا مش هزود الفلوس، هي دي الفلوس اللي موجودة ومش هبعتلك اكتر من كده، اصرفي على القد وخليكي قناة له. بس بعدها بيومين 3 الاقيه باعت لامه مبلغ محترم جدا. ومرة كلمها وهي قاعدة معايا وقال لها: روحي اشتري دهب لنفسك يا امي، انت اللي تستاهلي. وفعلا راحت اشترت غوايش وسلسلة كبيرة وحلقة كمان، وبقت كل مرة تيجي البيت لابساهم كأنها بتغيظني، كأنها قصدا انها تستفزني، وتضحك وتقول لي: شايفة يا بنتي، اللي بيرضى بقى ربنا بيكرمه، شفتي يا بنتي اللي بيساعد الناس ربنا بيكرمه. ومعاملة جوزي اتغيرت تماما معاه. ومش بس كده، لا كمان ده بعدها باسبوعين لقيته باعت لها فلوس تشتري شقة، زي ما بقول لكم كده، وقال لها: بقول لك ايه، اكتبيها باسم اختي. ولما قلت له: ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ما نشتري الشقة دي لينا احنا وتكتبها باسمك انت حتى نكون قريبين من مدارس العيال. قعد يضحك كده وقال لي: ده بعينك، انت فاكره ان انا هعيشك العيشه اللي انا كنت بحلم بيها؟ لا. الكلمه دي وجعتني قوي، ومن ساعتها كل يوم بيقلل مني اكتر، ويقعد بقى يشتمني ويوجعني بالكلام ويقول لي: يا جعانه، انت تربيه جوع، اللي زيك ده ما يعتمدش عليه. الكلام بقى يوجعني قوي ويذبحني، مش بس عشان الكلام ده قاسي، لا، عشان الكلام ده جاي من جوزي اللي حبيته وكنت بقف جنبه وبسنده وكنت دايما بحاول ارضيه. اتفاجئت بقى بعد كده انه جاب لامه واخته تليفونات جديده، وانا لما قلت له نفسي في موبايل قال لي: خلي دهبك ينفعك، ولو زعلت او بطلت ان انا اكلمه عادي جدا ولا يسأل فيا، ده لو عدت شهور ما يقوليش انت فين حتى، ولا يسأل فيا ولا في العيال. ولما هدده واقول له انا همشي وعايزه اتطلق يقول لي: مع السلامه، الباب يفوت 100 جمل. والاقسى من كده كمان كل شويه يقول لي: بقول لك ايه، اعملي حسابك، انا عاجلا ام اجلا هتجوز، بس المره الجايه هجيب واحده من بيت شبعان مش واحده من بيت جعان. انا بقيت بسأل نفسي كل يوم: هو انا فعلا غلطت؟ هو عشان يعني رفضت ان انا ابيع دهبي زمان استحق كل ده، ولا عشان كنت خايفه على نفسي وعلى ولادي من بكره؟ انا كل يوم بصحى وانا بدعي ان ربنا يهديه، مش عشاني، لا، عشان خاطر ولادي اللي بيشوفوا امهم على طول مكسوره وبيسأل ليه بابا بيتعامل معاكي كده. انا مش عارفه اعمل ايه. انتي اكتر واحده عارفه جوزك وعارفه طبعه، فقبل ما نحكم على اللي حصل اسألي نفسك الاول: هل جوزك قبل ما يسافر ويطلب منك دهبك كان وحش معاكي؟ كان بيأثر في حقك؟ كان بيعاملك بأسوأ؟ لو كانت الإجابة أيوة يبقى عندك حق إنك خفتي ورفضتي تبيع الدهب، لأن طبيعي الواحدة ما تديش دهبها لحد مش حاسة معاه بالأمان. لكن لو راجل كويس واقف جنبك من أول يوم ومكافح علشانكوا وكان بيتعامل معاكي معاملة كويسة جدا وكان شايلك فوق الراس وطلب منك المساعدة في وقت ضيق، فاسمحي لي أقولك إنك غلطانة جدا. لأن الراجل لما يمد إيده لمراته ويطلب منها المساعدة ده مش ضعف منه، دي ثقة، بيثق في مراته وبيعتمد عليها، وانت كمان المفروض تكوني ظهر وسند ليه مش تتخلي عنه. فلو بعد كده اتغير معاكي او بقت المعاملة مش زي الاول ما تلوميش غير نفسك، لانك خذلتيه في اكتر وقت كان محتاج لك فيه. اما والدته بقى يا ست الكل فهي امه في النهاية، ومن الطبيعي يحبها جدا ويكرمها، خصوصا بقى ان هي اللي وقفت جنبه وساعدته لما الكل بعيد عنه وانتي رفضتي ان انت تساعديه.
فخديها نصيحة مني، الفلوس والدهب بيروحوا وييجوا، لكن العلاقة الحلوة بين الزوجين لو اتكسرت صعب تتصلح. خلي دايما بينكم مودة ورحمة، مش حسابات بقى وماديات. واستنوني ان شاء الله في مشكلة جديدة الحلقة الجاية. السلام عليكم.